بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة بجد كنت محتارة بقى حيرة الدنيا. فتحت التلاجة لقيت عندي حبة الرز دول، ولقيت كمان بقية الأكلة بتاعت امبارح مكرونة سباجيتي. ففضلت أعمل طب أعمل ايه جنبهم، ومين هياكل رز ومين هياكل مكرونة؟ احترت. فقلت بس النهاردة بقى هعمل أكلة البيت كله بيحبها، والناس كلها بتحبها وبتعشقها، ويعني بيحتاروا يعملوها ازاي، وايه السر بتاع الأكلة دي بره في المحلات، وفي محلات بتعملها حلوة قوي ومحلات لأ. طب ايه السر؟ هقول لكم النهارده بقى، جايبه لكم الأسرار كلها بتاعه محلات الكشري الكبيرة اللي ما بنزهقش أبدا من أكله بره، وبنحب طعمه بره عن ما بنعمله في البيت. النهارده بقى خليكي يا ست الكل كده تغيري الفكرة دي عند ولادك وجوزك، وتخليهم يحبوا الكشري بتاعك اكتر من بتاع المحلات. نقعنا سمينا الله كده ونقعنا العدس في مية من الصبح. يعني انا صحيت الصبح رحت اما احترت كده عشان هعمل غدا ايه، اخدت ربع كيلو عدس بجبة ونقعته في المية، ومسكت البصلاية بتاعتي. شفتوا بقى انا عملتها بايه؟ بالناحية بتاعت الشيبسي اللي في المبشرة. ممكن بقى تعمليه انتي لو عندك قطاعة مبشرة، المقشرة بتاعة البطاطس ممكن تعمليها بيها برضو زي ما انتي عايزة. ومسكت بقى عندي رغيفين عيش كده، اللي هو ايه، رقيق. يعني لو ما عندكيش، انا ده عيش بلدي عادي، بس هو الفرن ده بيعمل العيش رقيق. لو ما عندكيش العيش ده ممكن تعمليه بالعيش الشامي. ما عندكيش عيش شامي ممكن تعملي العيش البلدي العادي اللي هو التخين شوية، بس هنفتحه نصين الأول عشان يبقى رقيق شوية. وحطينا حلة على النار فيها مية، وهنحط فيها حبة زيت ورشة ملح، عشان أنا هزود على المكرونة شوية. أنا عندي مكرونة سباكيتي اللي باقية زي ما قلتلكم، فهزود عليها مكرونة عقل صغيرة. أنا يدوب ضفت نص الكيس أو أقل كمان من النص، عشان أنا باحب في الكشري طبعًا كلنا بنحب المكرونة تبقى نوعين، أو ممكن كمان نحط 3. يعني ممكن نحط اللي هي العقل الصغيرة، ونحط معوجة، والاسباجيتي. هنحمّر بقى العيش بتاعنا في زيت غزير. أنا لمّا باحب، طبعًا دلوقتي الزيت غالي كلنا عارفين، ف عشان ما اهدّرش في الزيت هاعمل إيه، أنا باعمل في الحلة دي صغيرة، فبيبقى الزيت فيها كميته صغيرة بس عالي. مش زي ما باكون باعمل في حاجة واسعة، طاسة واسعة مثلًا شوية والّا كده. فأنا هاحمّر العيش بتاعي أول حاجة هاعملها. يعني أنا أول حاجة هاعملها في الكشري بتاعي إن أنا هاحمّص العيش ده، وعقبال ما يعني أنا سلقت المكرونة أهي، عقبال ما هاصفّيها وهاحمّر العيش الأول. أنا هاصفّي أهو، صفّيت المكرونة بتاعتي، هافتح عليها بقى سرسوب مَيّة صغير كده، مَيّة ساقعة طبعًا، وهاشطف الحلة أهو اللي أنا كنت سلقت فيها، وهاحطها تاني على النار، وهاقول لكم هاعمل إيه. هاشطف المكرونة بتاعتي. ضروري إني أنزّل منها النشا. يعني أنا مثلًا لو هاعمل مكرونة بشاميل ما باغسلش المكرونة، أنا عايزاها بالنشا بتاعها. ولو هاعمل مكرونة مثلًا white sauce أو الred sauce حتى، باسيبها بالنشا بتاعها عشان تشرب الصوص اللي أنا هاعمله. لكن أنا النهارده عايزة المكرونة بتاعتي تبقى مفرولة كده وفكة من بعضها وما تعجنش معايا. فأنا هاسيبها بقى تهدى كده شوية من السخونية اللي هي فيها بعد ما شطفتها كويس. مش هاحطها في الحلة دلوقتي تاني. أنا هاحمص العيش بتاعي أهو، في الزيت زي ما قلنا زيت غزير. وهاعمل إيه بقى هاقول لكم دلوقتي. العيش طبعًا بنشيله من الزيت قبل ما يغمق أوي، يعني ما بنسيبوش لحد أمّا يوصل لدرجة اللون اللي إحنا عايزينها، لإنه بيكمّل في السخونية بعد ما بنطلّعه. يعني أنا دلوقتي طلّعته فاتح أهو، هتشوفوا في الآخر الفيديو هيبقى لونه عامل إزاي. لونه بيكمّل تحمير في السخونية اللي هو طالع بيها من الزيت. فنخلّي بالنا من النقطة دي، وما نسيبهوش فترة طويلة في الزيت لحد ما يوصل للون اللي إحنا عايزينه، عشان يدّينا لون حلو وما يتحرقش مننا، ويبقى طعمه كمان حلو. بعد بقى إحنا بشرنا، بُصّوا يا جماعة الحتّة دي أنا هنا
طبعًا بنتي كانت بتعيط، أنا ما أنتم عارفين أنا ما باعرفش أعمل الأكلة كلّها على بعضها، لازم أقطع وأطلع في النُص وأرجع لكم تاني، وأرجع للأكل تاني. فهنا البصل أنا كنت عملته بشرته وسِبته ونسيت ما خدتش بالي إن هو نزّل مَيّة. فلو أنتم بشرناه ناخده نعصره من المَيّة اللي فيه، يعني ما نسيبهوش يبقى فيه مَيّة كتير، لإنه هنا بُصّوا المَيّة أخدت منّي دقيق ياما، يعني شربت دقيق. لازم البصلة عشان تطلع لنا بقى كده مقرمشة وحلوة وجميلة وطعمها ما يتشبعش منّه، زي محلات الكشري كده اللي بيسموه الورد في محلات الكشري، عشان نعمل الورد بتاعنا مضبوط لازم نعفّره في حبّة الدقيق دول. يعني يبقى إن إحنا نقطّعه شرايح رفيّعة زي الشيبسي كده، وكمان إن إحنا نعفّره بالدقيق. بُصّوا بقى طالع بقى مقرمش، مش عايزة أقول لكم القرمشة عاملة إزاي، يعني يتاكل حاف كده لوحده من غير أي حاجة جنبه. وهنتبّله بقى بحبّة كمون وحبّة ملح ونسيبه على جنب. إحنا كده عملنا أول مرحلة مهمة في العدس بتاعنا. أنا هاعمل البصلة الأول، أول حاجة عملتها إيه، ليه بقى؟ عشان أنا هاخد الزيت اللي اتعمل بيه البصلة ديّة هاعمل بيه بقية الحاجات اللي عندي كلّها، عشان الخطوة دي اللي بتخلّي الطعم الكشري نَفْسه يختلف عن اللي أنتِ بتعمليه يا ستّ الكل بقى كده إيه ومتعوّدة عليه من زمان. التَكّة ديّة هي اللي بتخلّي بجد الكشري طعمه يفرق معاكِ أوي. وفي تكّاية كمان هاقول لِك عليها. طيب هنا أنا المكرونة ليه ما حطيتش من الزيت بتاع البصلة وأنا باسلقها بقى، ما استنيتش ليه وحطيت من الزيت؟ لأ، هاقول لِك بقى، بواقي البصل اللي بتبقى في الزيت لو نزلت دلوقتي مع المكرونة مش هتأثّر عليها بالعكس هتخلّي طعمها يبقى أحلى بكتير. لكن لو بواقي البصل دي نزلت في مَيّة السليق بتاعة المكرونة، هتخلّي المكرونة تبقى طعمها مُر، هتبقى طعمها مش حلو، مش لذيذ خالص. لكن دلوقتي كده لمّا حطيتها بعد ما المكرونة كمان بردت، هيفرق خالص في الطعم. وأنا هاسيب الحلة بتاعتي بتاعة المكرونة مش هاغطّيها عشان مش عايزاها تتكتم فتسخن فتستوي زيادة، أنا عايزاها تفضل مفلفلة كده وإيه متفرّطة عن بعضها ما تلزقش وتعجِّن في بعض. دلوقتي أنا حطيت في الحلة بقى برضه من الزيت بتاع البصلة وهاحمّر الشعرية بتاعتي. هاحمّر الشعرية طبعًا أنتم بقى الكميات ديّة براحتك أنتِ، شوفي أنتِ عدد أفراد أسرتِك قد إيه، تاكلوا كمية قد إيه، و زوّدي الكمية زي ما أنتِ عايزة. يعني مثلًا لو هتعملي كيلو رز هتحطّي عليه ربع كيلو عدس بجبة أو أكتر شوية، يعني ممكن تحطّي نُص كيلو عدس مش هيقول لأ. هنا بقى في الحركة ديّة لو أنا مش هاعمل رُز، لإن أنا عندي رُز قديم، ف أنا حمّرت الشعرية شُفتوا لونها بقى عامل إزاي، تقريبًا لون العدس. لو إحنا هنعمل رُز بقى نغسل الرُز وننشّفه كويس، يعني نسيبه يتصفّى هو والعدس ونقلّبهم على بعض الأول وبعدين نحطّهم على الشعرية. وهنزوّد بقى شوية كمون وشوية ملح وبس كده. كده العدس بتاعنا مع الشعرية هيبقى يعني 10/10، ولو كمان الرز معاهم هيبقى أحلى وأحلى. أنا هازوّد مَيّة ساقعة مش مَيّة سخنة، اوعي تحطّي مَيّة سخنة، ومش هازوّد المَيّة بنفس معيار الرز، لأ أنا هاقلل، يعني حتى لو أنا حاطة الرز معاهم مش هاغطّي الرز بالمَيّة عشان العدس بتاعي أنا ناقعاه فهو شارب مَيّة. فعشان الموضوع ما يعجنش وتلاقي الرز معاكِ عجِّن في الآخر وتقولي لي أنا الرز عجِّن معايا، يبقى تخلّي بالِك من الموضوع ده. هنا هنحط بقى بقية الزيت بتاعي عشان هاعمل إيه، الصلصة. هاقول لِك بقى على التكّاية اللي في الصلصة كمان اللي تخلّيها زي بتاعة المحلات بالضبط، وكمان هتخلّيها زي أشهر محلات الكشري، كمان اللي هم إيه، المحلات الشاطرة أوي في الكشري. بُصّي بقى أنا عاملة هنا عجينة توم وعليه كزبرة ناشفة وعليه كمون، بس توم وكزبرة ناشفة وكمون.
هاقسّم الكمية اللي أنا عاملاها على 3، يعني دول مثلًا 7 أو 8 فصوص توم، ومعلقتين كزبرة ناشفة، ومعلقة كمون أو معلقتين كمون كمان، وهاحط في الزيت معلقة، يعني أنا لو هُم 3 معالق أنا هاحط معلقة، هاحمّرها في الزيت بتاع البصل بتاعي، وهانزل عليهم بمعلقتين خل كبار، وهاسيب بقى الخلطة دي تغلي، وبعدين هاحط عصير الطماطم بتاعي. الخطوة دي بقى بجد هتخلّي طعم الصلصة رهيب، رهيب، حاجة كده اللي هو إيه ده! أنتِ مش عارفة أنتِ بتاكلي إيه. وجرّبوه يا جماعة والله بجد أنا مش باحلف كده عشان ت تج يعني تحطّوا لايك أو تحطّوا لأ يا ستي ما تحطّيش لايك ولا حاجة للفيديو غير لمّا تجرّبي الطريقة وتعجبِك أوي وإن شاء الله هتعجبكم بإذن الله، وتشجعوني بقى كده وتكتبوا لي كومنت حلو يدعمني كده ويفرّح قلبي، ربنا يفرّح قلبكم أنتم كمان يا رب. وهانزل بقى بعد ما الصلصة بتاعتي أخدت غلوة كده معلقة كبيرة صلصة عشان تسرّع لي التسبيك شوية، وكمان تغنّي لي اللون بتاع الصلصة. أنا مش عايزاها تتسبّك بقى لدرجة الصلصة بتاعة المكرونة لأ، إحنا عارفين صلصة الكشري بتبقى آمم، يعني فيها مَيّة شوية، سايلة شوية. بُصّوا بقى العدس بتاعي أهو والشعرية اتشرّبت كده تمام، هاطفي النار ومش هاقلّبه، أنا مش هاقلّبه دلوقتي، هاسيبه لحد لمّا يهدى شوية وبعدين هاقلّب. مش هاقلّبه دلوقتي عشان ما يعجنش معايا، وهاسيب الصلصة بتاعتي بقى تغلي كده غلوة 2، 3 وهاعمل إيه، هاخد كمان معلقة بقى من الخلطة اللي أنا عاملاها دي وهاحطها عليها نيّة، يبقى أنا في الأول حمّرتها في الزيت بتاع البصل وحطيت عليها معلقتين الخل، وبعد كده بعد ما غليت حطيت المعلقة ني توم بالكزبرة الناشفة بالكمون ني، هازوّد إيه كمان على الصلصة، هازوّد حبة فلفل أسود صغيرين وهازوّد حبّة ملح، هاشوف بقى الملح بتاعي درجة الملح إيه، وخلّي بالكم برضه لإن إحنا هنعمل دقة ودقة جامدة جدًا، مش هنزوّد الملح في الصلصة، وكمان هاحط إيه بقى، معلقة سكر، أيوه معلقة سكر، دي التكاية بتاعة محلات الكشري في الصلصة. شايفين بقى أنا جايبة لكم كل الأسرار النهارده في الفيديو ده، وهتاكلوا حبة كشري لا هيعملوا لكم بقى انتفاخ ولا تحسوا بتُقل ولا أي حاجة من اللي بتحصل لمّا بناكل المكرونات ديّة أو الكشري، بالعكس هتاكلوا الطبق هتبقوا عايزين الطبق اللي بعده كمان. هنعمل بقى الدقة بتاعتنا معلقة التوم العجينة بتاعة التوم اللي إحنا عملناها بالكزبرة والكمون، هازودها شوية مَيّة أهي وهاحطها بقى هازوّد عليها إيه، هازوّد عليها معلقتين خل كبار. ال المزازة بقى بتاعة الخل ديّة براحتك زي ما أنتِ عايزة، أنتِ بقى بتركّزي وتخفّفي زي ما أنتِ عايزة. هاحط كمان عليه عصير ليمون. آمم، أنا كنت مطلّعة الليمونة من الفريزر، أنا باشيل الليمون في الفريزر زي ما هو كده أو باعمله مكعبات تلج. دلوقتي بقى أنا خلاص العدس بتاعي هدي أهو هو والشعرية، حطيت عليه الرز اللي عندي وهاقلّبه مع بعض. مش عايزة أقول لِك بجد يعني لو أورّيكم دلوقتي الشكل مفلفل كده وسِواه مضبوط أوي، العدسية كده يعني هي دايبة وفي نفس الوقت هي فيها قرشة كده لذيذة، مش مهرية لدرجة إن هي معجنة لأ، السِوا مضبوط 10 على 10. والصلصة بتاعتي خلاص أهي يعني أخدت غلوة تقلت شوية، قوامها تقل مش اتسبكت نشفت، قوامها تقل كده وتمام التمام. جربوا يا جماعة والله مش هتندموا، يعني بجد حبة كشري كانوا بسم الله ما شاء الله تحفة، والولاد كمان حتى عجبهم أوي، وجوزي كمان بصراحة فضل يقول لي مضبوط يعني 10 على 10.
يعني أنا جوزي بيحب الكشري مني أكتر من ما بياكله بره، والله يا جماعة بجد جربوا وهتدعولي. حطينا اهو عصير الليمون على الدقة. خلطة الدقة دي بقى رهيبة رهيبة. الليمون بيديها مزازة مع الخل كده وحاجة قمر يعني. عندنا بقى حمص حطي، ما عندكيش ولا هيأثر في ان هو، مش هتحسي ان ده مكون ناقص من الطبق الكشري بتاعك النهاردة. هنغرف بقى كده وهوريكي طبق ما حصلش. والمكرونة بتاعتي بقى بصوا ولا عجنت، لو قعدت معاكي يعني كام يوم كمان هتفضل زي ما هي كده، مفلفلة كده ومفرطة من بعض، ولا هتعجن ولا هتلزق في بعض ولا أي حاجة. وفي حاجة نسيت أقولها لكم لما نعمل المكرونة الاسباجيتي، يعني أنا كنت عاملاها من قبلها فما قدرتش أعملها في المرات دي يعني في الكشري. إن أنا تقطعيها على 3، يعني العود تقطعيه على 3، عشان طبعا الكشري بيتاكل بالمعلقة، فلو المكرونة بقت طويلة شوية هتضايق شوية في الأكل. وهنحط بقى حبة الورد بقى كده بتوعنا، والعيش المحمص اللي زي العسل مع الكشري، وقدمي بقى أحلى طبق كشري لولادك. ابهريهم بطعم الكشري بتاعك، بجد ابهريهم. بصوا بقى يا جماعة الجمال والحلاوة، بصوا بقى ومفلفل كده وطعمه رهيب رهيب. خلصنا بقى الكشري. قلت بقى ايه ده، هي الغدوة كده كشري بس كده وهتعدي؟ لا، يلا بقى نعمل حاجة حلوة. تعالوا نعمل اسهل والذ واحلى صينية بسبوسة هتدوقوها في حياتكم. بسبوسة. بسبوسة بثلاث مكونات، مفيش اسهل من كده. وهنعملها كمان في الخلاط. في الخلاط، ايوه بسبوسة في الخلاط. معانا نص كيلو من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة. ده انا بجيبه سايب من عند العطار، مش كيس ولا حاجة، معلهوش اي اضافات، سادة. لا هنحط بقى بيكنج باودر ولا هنحط فانيليا ولا هنحط اي حاجة. وتعالى بقى هاتوا الخلاط بتاعنا وهنعمل ايه، هنحط كوباية مية. ايه ده، هتعجنيه البسبوسة بمية مش بزبادي ولا بلبن؟ لا، ولا بزبادي ولا بلبن. دي بقى بسبوسة الحلواني. الحلواني بيعملها كده بالمية، ايوه بيعملها بالمية مش بيعجنها باللبن. وهنحط كوباية سكر وكوباية سمنة سايحة. سمنة هي مش سخنة، ومش طبعا مكتلة، يعني مش باردة لدرجة ان هي تمسك، ومش سخنة. بس هنا لو طبعا الجو كان ساقعة وانا ما اخدتش بالي، فالمفروض كانت تبقى دافية شوية. بصوا الخليط لما ضربته في الخلاط عمل ازاي، مسك يعني السمنة بردت فعملت كده. فلو عايزين الخليط بتاعنا يبقى سايب شوية، هي طبعا هتتقلب وهتبقى زي الفل ما فيهاش اي حاجة. عايزين الخليط بتاعك يبقى سايب شوية عشان يبقى سهل عليكي في التقليب، بتخلي السمنة تبقى سخنة سنة، مش تغلي، مش لدرجة الغليان لا، يا دوب تبقى دافية. وهننزل بقى بعد ما ضربنا الزيت والمية سوري السمنة والسكر والمية، بعد ما ضربناهم في الخلاط هننزل بيهم بقى على الدقيق بتاعنا وهنقلب. هنقلب، انا بصوا انا مش بعجن انا بس بطمن ان كل الدقيق بتاعي السميد شرب الخلطة اللي انا عاملاها دي. لا هحط بقى بيكنج باودر ولا هحط فانيليا ولا هحط اي اضافات تانية. دي الدقيق بتاع السميد عليه السكر والسمنة والمية وخلاص على كده. وهنفضل نقلب بقى لحد لما نطمن ان الدقيق بتاعي اخد كل ايه المادة السائلة بتاعته. وهنا انا بعتذر لكم بجد يا جماعة ان الكاميرا سقطت من غير ما انا اخد بالي، يعني انا ما خدتش بالي ان الصورة مش واضحة كده. حقكم عليا بجد، انا اسفة. هنا كنت قلبت بقى المكونات بتاعتي كويس، وجبت الصينية اللي انا هعمل فيها. طبعا كلنا بنحب البسبوسة ما تبقاش عالية، دي بسبوسة مش كيكة يعني مش هتبقى عالية، فهنجيب صينية تكون واسعة شوية، دي مقاس 30.
عشان تبقى البسبوسة بتاعتي مش عالية أوي، مش تخينة يعني، تبقى رقيقة كده وحلوة وجميلة. ودهنت الصينية بشوية سمنة. طبعًا البسبوسة يعني سمنة بلدي، كل ما كانت السمنة نوعها كويس، كل ما كانت البسبوسة بتاعتِك طعمها أحلى. يعني السمنة الفلاحي طبعًا، طبعًا، طبعًا بتفرق في طعم البسبوسة عن السمنة النباتي. وهنفرد بقى كده المقدار بتاعي كله في الصينية. طبعًا عندِك بقى صينية مدوّرة، صينية مستطيلة، براحتِك اللي أنتِ تحبيه. وهافرد بقى الخليط بتاعي كده كله في الصينية. طبعًا بُصّوا العجينة سايلة. بُصّوا دقيق السميد بيشرب السوائل، معروف عنه إنه بيشرب السوائل. فما تخافيش لو لقيتِ البسبوسة بتاعتِك نشفت شوية. هنعمل إيه بقى هنا؟ في حركة هنعملها عشان لو البسبوسة بتاعتنا شربت طبعًا المادة السايلة اللي اتحطت و نشفت معايا شوية. هاعمل إيه؟ مكان ما أنا عملت الخلطة بتاعتي هاحط شوية مَيّة صغيرين وهابِل فيها إيدي وأبدأ إيه، أساوي السطح بتاعي. الحركة دي بقى هتخلّي السطح بتاع البسبوسة يبقى طري وما يبقاش إيه، ناشف. وأقدر إن أنا أسويها بكل سهولة. هتلاقيها هي طريت معاكِ كده وكأنها إيه، كأنِك بتعجنيها من الأول وبتزودي لها مادة سايلة، كأنِك بتحطي لها مادة سايلة. وهافضل أفرد كده بقى لحد لمّا السطح بتاعي يبقى كله متساوي، وأفردها كلها طبعًا تبقى بسمك واحد عشان ما الاقيش حتة اتحرقت وحتة لأ، وحتة مستوية أو حتة نية تبقى لسه نية وحتة مستوية. هافردها كلها وأحاول إن أنا أخلّي كل السِوَى زي بعض. كده تمام خلاص سويتها أهي. في خطوة بقى هنا مهمة جدًا إن أنا أعملها. هامسك الصينية بتاعتي وهافضل أخبّطها على الرخامة من كل الاتجاهات، يعني من الحروف الأول وبعدين أمسكها أرفعها كلها وأهبدها كده على الرخامة بتاعتي. وطبعًا أهم حاجة، أهم حاجة إن يكون قبل ما أعمل البسبوسة الفرن بتاعي والع. يعني أنا قبل ما هاعمل أي خطوة فيها ولّعت الفرن وعشان أنا عايزة فرن سخن، مش عايزة فرن يبقى لسه هادي. عشان لو أنا حطيت البسبوسة والفرن لسه مش سخن ما سخنش، فهتشرب المادة السايلة اللي فيها وهتنشف. فأنا مش عايزة ده يحصل. هتلاقيها بقى مشقّقة بقى من فوق من على الوش ومش الدنيا مش لذيذة خالص بقى. فأنا عايزة الفرن بتاعي يكون سخن. عقبال بقى ما وهاحطها على الشبكة في النُص، مش هاحطها على الأرضية من تحت، هاحطها على الشبكة في النُص. وهاشغّل الفرن من تحت بس وهاولّع المروحة بتاعة الفرن. ما عندكيش مروحة هنحطها برضه على الشبكة، هنولّع من تحت الفرن ونستنى شوية بعدين نطفي تحت ونولّع الشواية تاخد لون. بُصّوا طلعت بقى بسم الله ما شاء الله، بُصّوا جميلة، حلوة أوي. الشربات بتاعي أنا عملته إزاي أو السيرب عملته إزاي، كوباية ونُص مَيّة عليهم كوباية ونُص سُكّر، قلّبتهم على البارد لحد ما السُكّر داب، وبعدين هاحطهم على النار ياخدوا غلوة 2 بس. أنا مش عايزاه يتقل يبقى زي الشربات بتاع الكنافة، عشان البسبوسة ما تسكّرش، عشان لو قعدت لتاني يوم معاكِ وسكّرت يبقى أنتِ عملتِ الشربات بتاعها غلط. فكوباية ونُص سُكّر عليهم كوباية ونُص مَيّة، يعني مقدار السُكّر قد مقدار المَيّة بالضبط. ومش هاحط فانيليا، مش هاحط أي حاجة. بعد ما يغلوا الغلوتين دول هاروح حاطة معلقة سمنة بلدي على إيه الشربات بتاعي، وهانزل بالكمية كلها على الصينية بتاعتي. إيه ده كل ده؟ بُصّي ده الشربات عايم إزاي في الصينية. والله المقدار ده محسوب بالسنتي. مش هتلاقوا نقطة شربات زيادة في الصينية. الصينية إن شاء الله النُص كيلو هيشرب كل الشربات بتاعي. وهتدوقوا أحلى بسبوسة بجد هتعملوها. ولا بقى هتنسي مقادير ولا هتفضلي تدوّري على طريقة جديدة عشان الطريقة بتاعتِك ما ضبطتش. الطريقة دي هتعتمديها مش هتبطّلي تعملي البسبوسة بالطريقة دي. ما فيش أسهل من كده، ما فيش ألذ من كده. وهنغطّيها لمدة 10 دقايق وبعدين نفتح بقى
بسم الله، بسم الله، بُصّوا بقى ما فيش نقطة شربات زيادة. بُصّوا بقى بعد ما كانت كاشة في الصينية كده شوية، عملت إيه، شربت السيرب كلّه وفرشت تاني في الصينية وريّحت كده، ومش عايزة أقول لكم بقى الجمال. تعالوا نقطع حتّة بقى بُصّوا، ولا سكينة ولا أي حاجة، دايبة دوب. يعني بُصّوا أنا بقى إيه، بالمقصوصة كده أهي بُصّوا قطعتها إزاي، زي بتاعة الحلواني بُصّوا، بُصّوا دايبة، دايبة، دايبة. اتقطعت معايا بكل سهولة إيه، ويا سلام بقى على الحتّة اللي في الحرف ديّة، الناس اللي كيّفة بسبوسة بيقدّروا معنى الحرف ده إيه يا جماعة. جرّبوها وإن شاء الله هتعجبكم، وما تبخلوش عليَّ باللايك والسبسكرايب والشير لو عجبتكم الطريقة عشان الناس كلّها تشوفها تعمل بالطريقة دي وتبقى سهلة عليهم جدًا، ويعرفوا يطلّعوا من تحت إيديهم بسبوسة وإحنا داخلين بقى على شهر رمضان والحلويات كلّها والجمدان كله إن شاء الله جاي في فيديوهات تانية كتير. سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد وفعلوا الجرس، متنسوش اللايك. بصوا أنا هعمل بقى كوباية شاي وأروح آكل طبق البسبوسة بتاعي، حتة البسبوسة بتاعتي دي، وممكن أطمع في حتة تانية. بصوا بقى الجمال والحلاوة. يلا ما تنسوش اللايك، وبألف هنا وشفا على قلوبكم الكشري والبسبوسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.